عارفين مين هو قديس؟ اللي زرع عصاية عادية جدا فتحولت لشجرة نبق كبيرة؟ اتولد الأنبا يحنس القصير في مدينة الأقصر، ولما كبر راح على البرية وقابل راهب اسمه الأنبا بوموة وطلب منه إنه يترهبن. وساعتها صلى الأنبا بوموة عشان ربنا يكشف له عن يحنس، وفجأة ظهر ملاك للأنبا بوموة وقال له: يحنس ده هيبقى قديس عظيم، فاهتم بيه وخد بالك منه كويس. وفي يوم حب الأنبا بوموة إنه يجرب يحنس، فنده عليه وقال له: خد يا يحنس العصاية دي وروح ازرعها، وعاوزك كل يوم تيجي وتسقيها. وكان وقتها بير المية بعيد جدا، لكن يحنس ما اعترضش ولا زعل حتى، وبكل تواضع وطاعة قال له: حاضر يا ابويا. وفضل الأنبا يحنس يسقي العصاية دي كل يوم لمدة 3 سنين، لغاية ما في يوم بقت العصاية دي شجرة نبق كبيرة جدا. وكانت الشجرة دي موجودة لحد وقت قريب جدا، وكانت بتطرح ثمرة النبق، وسماها الأنبا بوموة شجرة الطاعة. وفضل الأنبا يحنس عايش جنب الشجرة لغاية ما تنيح بسلام، وكانت حياة الأنبا يحنس كلها طاعة وصلاة لربنا. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب ادينا قلب مطيع زي القديس يحنس، وإيمان يخلينا نثق في تدبيرك حتى لو مش فاهمين الطريق. علمنا نزرع تعبنا بطاعة ونستنى ثمرتك في الوقت اللي انت شايفه مناسب. ازرع جوانا التواضع وملانا بالصلاة، وخلي حياتنا كلها ليك. واوعى تسيبنا نعتمد على نفسنا، لكن دايما نرجع لك في كل خطوة.